انا عزيز عليا ياسين بونو، ماشي حيت كيحبس البيلانشيات، ولكن داك الانسان فيه الهدوء. ياسين بونو ماشي غير حارس وصافي، بل هو مثل تاع التواضع والاخلاق، وعمر سمعت منه شي كلمه خايبه. الشيء انا سنى عليه مو الضحكه، وضحكته ماشي عاديه. ياسين بدل فيا شحال من حاجه واخا هو مكعرفنيش. داك القلب الزوين اللي عنده ولا بالنسبه ليا قدوه، بحيت خديت اللقب تاع بونو وليت انسان اجتماعي. فهاد السنوات كامل اللي عرفت فيها بونو تعلمت نثق في راسي وما نشوفش مورايا. تبارك عليا بيش هانيه. المهم هو نشوف قدام وهو الدوبامين عمرو يهبط. واش الدري والدريات، قبل ما نبدا الفيديو كنبغي نشكر اي واحد تفاعل مع الفيديو اللي فات وكتب لي كومونتير زوين اللي غادي يزيد بيا القدام. بالنسبه لواحد الاخ كتب لنا في كومونتير، نخليه لكم هنا. قال لي شحال الثمن ديال ليغات اوهل سبورت. بصراحه انا ما نقدرش نحدد الثمن، حيت اوهل سبورت عندها انواع وكل نوع في ثمن، وكاين بزاف لي سيت اللي كيبيعوهم. يعني كل سيت كيبيع بثمن وكل نوع بثمن. هذا داير 300 اورو، عنده كاليتي واعره زوينه وفيه العظم. هذا داير 20 اورو، حتى هو كاليتي زوينه ولكن ما فيهش العظم. المهم هذا ماشي موضوعنا. اليوم جيت نوليكم على واحد من اعظم حراس في العالم العربي، المغربي ياسين بونو. كيفاش بدا وشكون هو وشنا هي الرحله باش وصل للعالميه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وتعرفوا كل شيء عليه. ياسين بونو تزاد في كيبيك في كندا في 5 ابريل 1991، ولكن كبر في المغرب وبالضبط في كازا. مني كان هو صغير كان عاشق للكره، ولكن ماشي اي كره، كان باغي يكون حارس مرمى. بدا في الوداد البيضاوي ومن ثم بانت عليه الموهبه ديالته بسرعه. في الوداد بونو مخداش فرصته من الاول، بالصبر ديالو بالتدريب القاصحين ولا هو الحارس الاول. حتى جا واحد النهار الكشافه ديال اوروبا شافوه قالوا هاد الدري خاصو يمشي بعيد. في 2012 مشى بونو لاسبانيا ووقع مع الاتليتيكو مدريد، ولكن بقى غير مع الفريق الثاني، بحيث هذيك المده الزمنيه يلعب معاهم خلاته انه يمشي لريال ساراغوستا على سبيل الاعاره. بدا كيتعلم ويتاقلم مع المباريات الصعبه اللي زادته في الخبره وزادته في الثقه في النفس. التحول الكبير كان في 2019 من يمشي لسيفيا، بدا كيتبدل خصوصا في البطوله الاوروبيه. بونو خرج الطاقه ديالو كامله بحيث انه تصدر ركلات الجزاء ودار ماتشات خرافيين. في ديك الساعه بونو ولا حديث الصحافه الاوروبيه، وزيد عليها فاز بالدوري الاوروبي ولا محبوب عند الجماهير. في مونديال قطر 2022 بونو صنع التاريخ مع المنتخب المغربي ولا اسطوره. تمكن من انه يصد ضربات الجزاء ضد اسبانيا وكان سد منيع ضد البرتغال. بونو ساهم في كسر التاريخ ووصل المغرب لنصف النهائي، حاجه ما دارت حتى شي منتخب افريقي قبل. من بعد كل هذا النجاح بونو في 2023 مشى لنادي الهلال السعودي. بزاف تسالوا علاش، ولكن هو شاف هذه الخطوه فرصه جديده وتجربه مختلفه، وحاليا راه كيتالق معاهم وتقريبا راه هو اكثر حارس بشباك نظيف. بونو ماشي غير حارس، بونو هو مثال ديال الطموح والتواضع والخدمه. بدا من والو بالصبر وبالايمان وصل للقمه. شكرا بونو على كل لحظه فرحتينا فيها. بالمناسبه قبل ما نسالي الفيديو بغيت نوريكم واحد التحفه، واحد التوقيع جاني من بونو اصلي. كنشكرك بزاف اخي بونو، والله الا كنشكرك بزاف، واخا عمري شفتك باقي عمري شفتك. كنبغي نشكر حتى امين الهلالي اللي حقق لي حلم من هاد الاحلام. هاد المره تنتوقع المره الجايه نشوفوه. وهنا غيكون سالا الفيديو. بغيت اي واحد شاف هاد الفيديو يتفاعل معاه، يكتب لنا كومونتير زوين، وانستغرام هو تواصلوا ليا فيه الا بغيتو، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. والفيديو الجاي غيكون احسن عاوتاني. نقول لكم تهلا تهلا.